السلام عليكم خوتي رجاويين، مرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه كنعتذر على هذا الغياب هذا، انه السبب هو نادي الرجاء الرياضي. فرقه ملي كتربح راه كيكون عندك ادرينالين طالع، كتصايب فيديو وانت ناشط، كتلوح وكتعبر وكتقول الكلمات اللي صراحه اللي كتكون جميله وزوين. ولكن هاد الجماتشات الاخرين صراحه اللي حطموا جمهور نادي الرجاء الرياضي، اللي كان متوقع من فريق غادي يربح هاد جوج مقابلات ديال السوالم وديال الجيش. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش معاك واحد لايك، شي كومونتير، الا كنتي جديد انت ولا انت فعل معك داك الجرس ودير خوك شي ابوني باش ديما يوصلك جديد قناه رجاويين، قناه لي جورنال فير. بسم الله نتوكلوا على الله، ليتس جو. خوتي الرجاويين، كنعتذر مره اخرى على الغياب ديالي. السبب كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو هو هاد جوج مقابلات. المقابله الاولى ضد السوالم اللي كان جمهور الرجاء الرياضي كينتظر 3 نقاط باش الرجاء تقدم في صبوره الترتيب وتبقى شاده في الصداره، ولكن صدق طرا العكس. فريق الرجاء الرياضي اللي انهزم ضد السوالم بهدفين لواحد. الفريق الرجاء الرياضي اللي كان متقدم بهدف الزريده الصراحه لهدف جميل بزاف، وكنشكروا الجماهير حتى هي اللي نبلت النداء وحضرت المقابله بكثافه وساندت الفريق ديالها. ولكن للاسف اللعابه طلعوا ماشي رجال بهذا المصطلح هذا. لعابه الله اعلم واش دايرين النقابه ولا عندهم شي مشكل مع المكتب ولا الله اعلم. بعدا كي مع الوقت كلشي تعرف كلشي تفرج. هذيك المقابله اللي حطات بزاف ديال علامات الاستفهام وبزاف ديال التساؤلات. السؤال الاول اللي كان مطروح هو عبر المكتب اللي ما قام ولا حركه تجاه التحكيم ولا حتى شي بلاغ تجاه التحكيم، اللي حرم فريق الرجاء الرياضي من 2 ضربات جزاء، وحده ديال بولكسوت وحده ديال الزرهوني اللي تم شدوا اللاعب السوالم من القميص ديالو، عاد زيد عليها بطاقه حمراء. حتى الصفحه الرسميه اللي كانت ديما فيها البلاغات وقريبه من جمهور الرجاء الرياضي صارت بعيده بزاف على الجمهور، ولا كتلوح غير تعازي، كل دقيقه تعازينا، كل دقيقه تعازينا. هادشي راه حشومه وبزاف. الصفحه تبدلات 180 درجه. هادشي كامل اللي طاري في مكونة نادي الرجاء الرياضي اللي كيتحمل المسؤوليه رقم 1 هو المكتب اللي ماشي صارم في القرارات ديالو. اسيدي راه نادي الرجاء الرياضي هذا خاصك تكون عندك شخصيه كرئيس، خاصك تكون مسؤول على النادي كامل. خرج لي عينيك في اللعابه اللي دار النقابه، غنجلسوا غنهبطوا الامل وغادي ناخذ منه غرامات ماليه كما داير النادي الاهلي. صراحه اللي حاط قانون زوين وحاط واحد الشرط واعر، هي تخسر اللاعب يخلص غرامه. هنا كيدخل اللاعب يقلب على الفوز بزز منه. هنا خاص يكون صراحه بحال هاد الشروط هادو يكونوا المردوديه، تخلص على قد الخدمه ديالك، ماشي اللاعب كيتخلص بزباله ديال الفلوس وفي الاخر كيدعيك وكيخلي الفريق في ازمه ماليه. لا يعقل بتاتا ان فريق العام اللي فات مدي دوبلي، مدي كاس العرش وبطوله بدون خساره، وهذا الموسم هذا كنشوفوا فريق واحد اخر. الصراحه جمهور الرجاء الرياضي تعجب في هذا الامر. جبنا انتدابات باش نقويو الفريق، باش نديروا واحد سكواد زوينه اللي غادي تنافس على عصبه دوري ابطال افريقيا. صراحه صدقوا فرقه فاشله وانتدابات حتى هما فاشلين. جبنا الفردوسي باش يعوض لنا مكعازي، ساعه الفردوسي طلع حتى هو لا علاقه السيد مكويريج ولا كيدور بوحدو، كتعطيه كره كيرجع لك في الخفا. واحد النجاري الصراحه النهار الاول ما حملتوش يجي الرجاء لانه ماشي مهاجم. شي كاع هذوك اللي كيلعبوا ضد الرجاء وكيبينوا ضد الرجاء وكتجيبهم الرجاء راه ما كيصدقوش. الرجاء خاصها تجيب افارقه، خاصها تجيب مهاجم. الرجاء راه كتلعب بدون مهاجم حاليا. من مشى مالونغو ما كاينش مهاجم من غير بن عياد، حيت المهاجم كيكون منقذ، بحال مثلا بن عياد اللي دخل واعتقنا من بزاف ديال المباريات ضد اسفي اللي كان جاب لنا 3 نقاط، وضد وجده اللي كان جاب لنا التاهل فينال كاس العرش، وضد طنجه اللي جاب لنا 3 نقاط. هذا هو المهاجم. اش دار السي المكتب؟ جاب لك النجاري الحمامه ميته. النجاري يجي يجري وسمح بالفلوس، علاش؟ باش يطلع الاسهم ديالو في نادي الرجاء الرياضي وغادي يمشي ثمن كبير. هذا الشيء علاش كيجيو لنادي الرجاء الرياضي باش يطلع السومه القيمه ديالو، هذا هو السبب. اما اللاعب الكويري راه باين وواضح في هاد الانتدابات اللي جاو الله صدقوا 3 الناس. اما بعدي راه معروف كورتو السيد راه داير الاسم ديالو من غير بعدي. اللي صدقوا هو بالمعمر وبودا وبيكورو، هاد 3 اللعابه هما اللي مزيانين. اما الشيء الاخر راه الشياطه وحمام ميت. انتقالات الشتويه خاص المكتب يجيب مهاجم قوي، مهاجم صريح، لانه حنا راه ما عندناش مهاجم، لانه عندك العصبه، ويدير غرامات ماليه ويكون صارم في القرارات ديالو وما يخافش ليا من بنادم. الراجل هادي راه لعبوا اباطيره ودازوا كويريه، كانوا كيحترموا النادي وكانوا كيهزوش العين في النادي. فاش كتبدا تبدل في المدربين
على البدايه عرف باللي الموسم غيكون كارثي. الله يحفظ، كنتمناو خير ان شاء الله الفريق ديالنا الفريق الغالي، لانه الراجع هذه خاصها مدربين كبار وخاصها اللاعبين كبار، لانه ميزانيه راه كتدخل الفلوس تبارك الله، كتدخل من الجماهير اللي صراحه ديما كتلب بالنداء وديما ورا اللوغو وكتموت على الفريق ديالها في اي ظروف كتلقاها موجوده. وكنتمناو ان شاء الله فريقنا الغالي الخير وما افضل وما احسن ان شاء الله. وكنتمناو من اللعابه يترجلوا في مقابله ديال الفاس اللي غتكون يوم الجمعه ان شاء الله مع 6 مساء ان شاء الله. واهم شيء هي مصلحه النادي، ماشي حيت فلان لا والفلان هو اللي خصو يلعب. مصلحه النادي هي الاولى، اللي بغى يلعب مرحبا، واللي ما باغيش يلعب كيتمرقن ونقيبي صيفطوه عطيو ورقيه الله يعاونو. عطا الله اللعابه اللي كيتمناو يحملوا قميص النادي الرجاء الرياضي. وسمحوا لي اخوتي كنعتذر مره اخرى لاني طولت عليكم الفيديو، كنعتذر للغياب ديالي. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، اخبار جديده ان شاء الله في قناه الرجاويين لو جورنال فيغ. ما تنساش واحد لايك، شي ابوني، شي كومونتير زوين، شي لايك زوينه حتى هي. الله يعاونكم، نشوفكم ان شاء الله بصحه جيده. الله يعاونكم، تهلاو لي في راسكم. بيس.